سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا في نعمه والحمد لله. ربي يدومها عليا وعليكم ان شاء الله. كما تعودتوا عليا كل مره نجيكم بوصفه. اليوم جيتكم بوصفه السوفلي، ساهل ويجي خفيف والبنه ولا اروع، ويجي مقطن من الداخل. تابعوا المراحل اللي راح نديرهم انا، وعلى بالي بلي راح يجي ينجح لكم كامل، لانه الوصفه مضمونه مليار بالمئة. هنا نجوزو طريقة التحضير. انا هنا كنت درت كاس حليب دافي، انا نعبر بهذا الكاس. هنا الحليب يكون دافي. انا هنا زدت عليه ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، ملعقة تكون معمرة يعني كما راكم تشوفوا. انا هنا راح نزيد عليها ملعقتان سكر، هنا واحدة، وراح نزيد ملعقة ثانية، وراح نزيد عليها 3 ملاعق تاع فارينة. كما راكم تشوفوا انا هنايا درت هذو المكونات، وهنا نبقاو نحركوهم مليح مليح حتى يتجانسوا لنا كامل المكونات. هنا هذه الوصفه لازم تتابعي كامل المراحل تاعها باش تنجح لك. كما راكم تشوفوا هنايا انا درت هنا الحليب والفارينه والسكر والخميره، خلطتهم مع بعض. هنا راح هذه المرحله الاولى هنا باش ينجح لك السوفلي نتاعك. نحركوهم مليح حتى تذوب يذوب السكر، وزيد تخلط مليح الخماره هذيك ثاني. نبقاو نحركو حتى تشوفيهم كامل اختفوا. نتوقف هنا وراح نغطيها ونخليها ترتاح لمدة 10 دقائق. لازم هذه المرحلة الأولى باش ينجح لك السوفلي نتاعك. هنا لازم 10 دقائق تريح، ومن بعد هنا بعد ما ارتاحت 10 دقائق شوفوا كيفاش تفاعلوا. تلقاها دارت فقاعات، يعني هذاك الخميرة الخليط راه طلع شوية. هنا راح نجوزوا للمرحلة الثانية، والمرحلة الثانية اللي فيها نديرو بياض حبة بيض صفار نحتفظ به. حنديرو في الأخير كتزيين. هنا درنا حبة بياض حبة بيض، وراح نزيد عليها ملعقة صغيرة نتاع خميرة الخبز. ملعقة تكون صغيرة، ما نديروش كيس كامل، نديرو ملعقة صغيرة. فوالا كما راكم تشوفوا هنا. وراح نزيد عليها الزيت. راح ندير الزيت. لازم تتابعوني في كل مرحلة. انا درت الملعقة الاولى، نزيد ملعقة ثانية، وهنايا نزيد الملعقة الثالثة. هنا راني درت 3 ملاعق تاع زيت. نخلطوهم مليح، نخلطوهم مليح مليح باش نبداو نضيفو في الفرينه. هنا نخلطوهم مليح. والفرينه انا هنا راني عبرت 3 كيسان فرينه. لازم تتابعوني حتى الاخير وراح ينجح معكم، اكيد راح ينجح مضمون 100%. هنا راح نعبر قدامكم الفرينه. راح ندير الكاس الاول
راني درت شويه فرينه، راح نزيد عليها ملعقه صغيره ملح. كما راكم تشوفوا ملعقه صغيره. نخلو الملح حتى الاخير، لانه في الاول لازم تتفاعل هذيك الخميره تاع الكسره ونزيد معاها السكر، لازم يتفاعلوا مليح. الملح راح نخليه حتى الاخير ونبقى نخلطه هنا. هنا راني بديت من الكاس الثاني، نبقى نخلط فيه. ما حبيت نحذف لكم حتى فيديو ولا هنا خليتكم تشوفوا كلش باش ينجح لكم. وراح يعني ما نقصت حتى حاجه، وخليت كل حاجه تبان باش تشوفوا مليح. انا المهمه تاعي انكم تدوا الوصفه من عندي ناجحه، يعني الوصفه كي نكون انا دايرتها ومسيتها ونجحت لي راح نخليها معاكم باش نتوما تستفادوا منها. هنا راني نعبر في الكاس الثالث. حندير كاس 3 كيسان، انا هنا سقامت لي كامل 3 كيسان فرينه. هنا نتوقفوا بالفوي، نبقى نخلط بيدي، نخلط مليح حتى ندخلها، وخلطي غير بالاصابع، خلطوها مليح. هنا راح نزيد في الكاس الثالث هذا، الكاس الثالث نزيد منه، نبقى نخلط تدريجيا من يعني متعجنيهاش، بقاي تخلطي غير بالاصابع كيما راكم تشوفي. انا هنا كيفاش راني ندير، وهنايا خبطيها هكا باش الداخل يجيك خفيف. انا هنا راح نكتفي ب3 كيسان، وكي تخلطيها خلطيها هكا غير بالاصابع برك. هنا راني طميتها معاكم. انا هنا نحطها، وراح ندير عليها ملعقه صغيره تاع زبده، راح نديرها للداخل. هذه الزبده السر نتاعها راح تخلي لك السوفلي يبقى طري، راح يبقى لك طري حتى ويبقى لك يعني حتى يبقى لك حتبات وتبقى راح تلقيها طريه، تبقى طريه وتحافظ على الطراوه تاعها. كيما كنت تشوفوا هنا درت الزبده للداخل، ونبقى ندخل فيها غير بصبحتيه. هنا يعني تدلكيها لمدة 5 دقائق، تبقاي تدخلي بذيك الزبدة الداخل حتى تدخل كامل. وهنا العجينة لما راح ندير لها الزبدة ونبقاو نخلطو هكا، راح تتحصلي عليها تكون طرية. وهنا تقدري تخليها يعني هذه العجينة تقدري تخليها هكاك بلا زبدة، لكن هذا السر تاع الزبدة راح يخليها طرية. هذا هو السر تاع الزبدة برك. هنا ما تخافيهاش وقت تلم كامل.
كيما كنت تشوفوا جات هنا طريه معايا وراهي تلمت لي كامل. ان احنا حنعاود نرجعها في لاغيسيبيون ونخليها ترتاح، نغطيها ونخليها ترتاح. انا هنا كنت حسبت لها نص ساعة كانت كافية، لانه في السخانة حتكون السخانة يعني بالخف تطلع الخميرة. هنا نغطيها ونخليها ترتاح. بعد ما خليت العجينه تاعي ترتاح انا راح ندير معكم الحشو. انا هنا كنت ديت صدر تاع الدجاج حنقطعه مربعات صغار. انا ما نحبش نديرو، ما نحبش يعني نديرو بولي داشي، انا نحب نديرو كمربعات صغار. لانه كي ديري مربعات صغار هتك بنه اكثر. هنا قطعته مربعات صغار. حنجيب حبة تاع بصل ثاني نقطعها مربعات صغار. انا راح يكون كافي انه حندير صدر تاع الدجاج مع البصل مربعات صغار. هذا هو الحشو تاع اليوم، ساهل بسيط، والحشو اختياري كي واش تحبي تديري من الداخل. الصح في العجينه كي تكون العجينه كي تكون طريه. هنا انا دوكا ندير نشعل على المقلاة تكون ناقصه النار شويه، نخلي الزيت تاعي تسخن مليح. وبعد ما راح تسخن لي الزيت مليح راح نضيف عليها البصل، نخليه يتقلى مليح. هنخليه يتقلى مليح، نغطي عليه ونخليه يتقلى حتى يدي اللون هذاك اللون الاحمر يعني ذهبي نوعا ما هكا. راح يذبل كامل هذاك البصل. ومن بعد راح نزيد عليه هذاك الصدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته معاكم. راح نديرو في البصل ونخلطه كامل. انا هنا درت رشه ملح، درت شويه كركم. انا حبيت نغير هذاك اللون، حبيت ندير حاجه تغير اللون ما خليش بيض. درت شويه كركم شويه ملح، هذا واش درت. خليته يتقلى مليح، ومن بعد كي تقلى درت عليه مثلثات فرماج، درت زوج كانوا كافيين لانه الفرماج انا راح نضيفه في الاخر. هنا كان واجد معايا الحشو نتاعي، نخليه يبرد باش نولي نخدم به. بعدها ما طاب الحشو تاعي انا رحت للعجينه تاعي لقيتها طلعت. شوفوا طلعت ما شاء الله خفيفه. هنا ما راحش تخلطي فيها، ما راح ديري لها والو، ما تخلطي لهاش في الوسط. شوفوا انا هنا كيفاش نخدم بالعجينه تاعي، ما نخلي لهاش الخمور تاعها تروح لها. انا راح نديرها هنا في سنيوه.
انا هنا حندير معاكم. شوفي بديت تدي من الطرف وبدايك شغل تدخليه للداخل، العجينه تبداي تدخلي فيها للداخل، ما تلبزيهاش بيدك ولا خدمي غير بالاصابع كيما راكم تشوفوا هنايا. اصلا تكون سهله معاكم وتتقطع لكم بالخف. هنايا حنزيد معاكم حبه، شوفوا كيفاش نديرها، ندخلها للداخل راح نخليها تحافظ على الخمور تاعها. فوالا شوفوا هنايا راني درت معكم حبه ثانيه، حنكمل معاكم كامل البقية. انا هنا راني كملت عليها، خليتها زدت غطيتها خليتها ترتاح على الاقل 5 دقائق. وهنا بعد ما ارتاحت 5 دقائق راهي زادت طلعت شويه. شوفوا كيفاش زادت تخمرت. انا هنا درت في بلا دو ترافاي درت الفارينه، رشيت بالفارينه ومن بعد زدت حطيت الحبه تاعي. انا هنا كانوا قطعوا لي 16 حبه، كانت قطعت لي 16 وحده نحلوها مليح. انا هنا خدمتها بالطابع تاع السوفلي. هذا الطابع كاين اللي بزاف يشكيو منه، يقول لك انا ما يخدمليش مليح. كونترير لازم تتعلمي كيفاش تخدمي به برك، بس هو ساهل ويساعدك بزاف، والحبات راح يجوا كامل كيف كيف. تابعوا معايا هذو المراحل راح تنجح لكم. هذا هو الطابع تاعي، راح نديرها لداخل هكا، ومن بعد راح ندير الحشو وفي الاخير راح نزير عليه مليح. فوالا شوفوا هنا اني درت الحشو تاعي هنا. فوالا راح نزيد عليها الفرماج. انا هنا الفرماج رابي ما كانش عندي، راني درته غير بالمثلثات هكا وعطى بنا روعه. فوالا شوفوا كيفاش نديرها. انا نبقى هنا نزير عليها مليح هكا. كي تزيري ما راح تلصق معاك الفارينه ولا راح تفتح لك ولا. فوالا نزيرها مليح، ولما راح نفتح راح نقلب على الجهه اللي راح يهبط فيها، نحي هذوك الاطراف. وهنا راهي كانت الحبه تاعي واجده معاكم. راح نزيد معاكم حبه ثانيه باش تزيدوا تشوفوا مليح كيفاش خرجت لي. هنا راني كملتهم، انا راني درتهم في السنيوه.
هنايا دهنتهم هذاك الصفار البيض اللي كان باقي لي. زدت خليتهم على الاقل 5 دقائق في السنيوات تتخمروا لي مليح. وهنا دخلتهم للفرن. الفرن يكون متسخن من قبل. نديروهم من تحت من بعد كنديروهم من الفوق. انا كي كملتهم كامل كانوا بقاو لي 3 حبات، عفوا 4 حبات هكا. ايبا واش قلت نديرهم، درتهم بالشيكولا شغل درتهم بالشيكولا. واذا ما كانش عندك الشيكولا متوفره ديريهم بالمعجون هكا، دخليهم هكا في بعضاهم وشوفي مليح كيفاش يجو. هنا راح تجيك الوصفه هايله تاع هذو. انا شغل شب للبريوش. ما حبيتش نخليهم، درتهم شيكولا للذراري. فوالا شوفوا هنا هذو الحبات اللي كانوا باقي درتهم بالشيكولا. وهنا كنت درت لهم الجلجلان وهنا راهم يطيبوا معايا. شوفوا كيفاش طلعوا الله الله. هنا يطيبوا من تحت وبعد نشعل عليهم من الفوق. وهنا كان واجد السوفلي تاعي جاني روعه. وش نحكي لكم في البنه والحشو ساهل ومام البنه روعه. وش راح نقول لكم البنات، ما تنساونيش بجام وتعليق حلو كيما نتوما. واللي اول مره تشوف قناتي ما تنسانيش بالمتابعه. والى فيديو قادم ان شاء الله. وشهيتكم في الجنه. سلام.